السلام عليكم. النهاردة أنا جايبة لكم وصفة جيلي الفراولة. وصفة جيلي الفراولة، بس مش أي جيلي فراولة. جيلي فراولة معمول في البيت، ولا في مواد حافظة، ولا في مواد احنا مش عارفين دي ايه. معمولة في البيت بمية الفراولة. مش هتصدقوا زي ما انتوا شايفين بيتحرك ازاي جيلي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة معايا، واتمنى انها تعجبكم. يا ريت تعملوا اشتراك ولايك للفيديو. ويلا نبتدي معانا الوصفة. انا عندي كيلو فراولة. غسلته كويس ونضفتها من الحتة الخضرة، واي حاجة مش عجباني بشيلها، وبقسم الفراولة اتنين. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي، انا ما استعملتش الكيلو كله، وانا خدت نص الكمية. حطيت عليهم كوبايتين سكر. انا حطيت كوبايتين السكر عشان انا عايزه الميه تبقى زياده يعني. وبيتها ليله في التلاجة. بيتها ليله في التلاجة. شايفين كميه الميه اللي طلعتها معايا؟ طلعت معايا كميه ميه كبيره جدا. انا هاخد ميه الفراوله دي بقى عشان اعمل بها الجيلي. ميه الفراوله دي اللي هتطلع لي باذن الله احلى جيلي، هيعجبكم ان شاء الله. باخد الميه معايا، كميه الميه كلها او جزء منها زي ما انت حابه يعني. اخدت انا كمية حلوة معايا يعني، اخدت حوالي كوبايتين. عندي هنا معلقة جيلاتين، انا بستعمل دريم. وحطيت عليهم 4 معالق مية من الحنفية. 4 معالق، وبدوبهم مع بعض. وبعد ما بدوبهم بسيب بقى طبعا على جنب الجيلاتين. بحيث ان هو يبقى كتلة واحدة كده، هيجمد ويبقى كتلة واحدة. جبت المية معايا. المية بتاعة الفراولة، طبعا المية دي مسكرة جدا لان احنا حاطين كوبايتين سكر. فانا حطيت بقى ايه، كوباية ونص مية. وبرضو انتي دوقي وشوفي نسبة السكر اللي انتي بتحبيها واهل البيت بيحبوها. انا حطيت كوباية ونص مية، زودتها. وبعد كده قلت يا ريتني زودت مية بزيادة، بس ايه، انا حطيت كوباية ونص. وحطيت عندي، لاني بعد ما زودت المية اللون خف طبعا، فحطيت عندي حوالي 4 نقط لون احمر. حطيت نقطتين، اتلاقيت ان اللون لسه فاتح شوية، وعشان طبعا اللي هياكلوه اطفال وكده زودت نقطتين كمان من اللي هو اللون الجيل. زي ما انتوا شايفين اللون بدأ يبقى زي الجيل اللي بنشتريه بالظبط. بدأ ان هو يغلي. بدأت ان انا اشيل الرواسب بتاعتي. الرواسب ديت علشان ما يبقاش الجيلي فيه شوائب بس. فانا بحاول ان انا اشيل الرواسب ديت. وبعدين الجيلاتين زي ما انتوا شايفين جمد، حطيته على مية الفراولة بتاعتي. وبعدين ابتديت ان انا اقلب لحد ما يدوب الجيلاتين بتاعي خالص. بعد ما الجيلاتين بتاعي يدوب كده خلاص انا خلصت الجيلي بتاعي. هبتدي ان انا اجهز كوباياتي واطباقي عشان احط فيها الجيلي. انا خلصت خلاص زي ما انتوا شايفين، ولا في رواسب ولا اي حاجه، جهز معايا خالص. هبتدي ان انا احطه في الكاسات بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كانك شارياه من بره بالظبط. مفيش حد هيشك ان انتي عاملاه في البيت. واستفدنا من الميه يعني. هنعمل بيها حاجتين يعني. نص الكيلو ده هعمل بيه حاجتين، هعمل بيه مربى وعملت بيه جيلي. انا زي ما انتوا شايفين هحطها بقى في التلاجة لمدة 4 ساعات او في الفريزر ساعة. انا جبت معايا الفراولة، طبعا مش هنرمي الفراولة، هنعملها مربى. حطيتها على النار، اول لما غلت طلعت الريم. الريم بقى بنشيل الريم بتاع مربى الفراولة عشان ما يسكرش معانا وبيبوظ الفراولة. انا حطيت بشيل الريم على قد ما تقدري شيل الريم. انا شيلت الريم على قد ما قدرت يعني. وبعدين النور كان قطع، فشغلت الكشاف عشان تشوفوا. انا بدأت ان هي تغلي معايا. بعد ما شلت الريم جبت رشة ملح ليمون. ما كانش عندي ليمون فحطيت ملح ليمون. يا ملح ليمون يا ليمون اللي انت حباه في الفراولة، الاتنين حلوين يعني. وما تخافيش على فكرة، الفراولة ما طلعتش مسكرة خالص، لان انا تقريبا اخدت السكر اللي هو المية اللي فيها السكر طلعت مظبوطة جدا. هنا زي ما انتوا شايفين انا خلصت، واتمنى ان الوصفة تعجبكم.
وتنول رضاكم وتقولوا رأيكم ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.